المغرب يرشح 6 ملاعب لاستضافة مونديال 2030 و12 ساحة للمشجعين. حسم المغرب رسمياً عدد الملاعب المرشحة لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وذلك بعد تقديم ملف الترشح في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش فعاليات الألعاب الأولمبية التي تستمر حتى 11 من أغسطس آب الحالي. وتسلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ملف التنظيم المشترك للبلدان الثلاثة، ويتضمن الملاعب المرشحة لاحتضان كأس العالم 2030 الخاصة بكل بلد على حدة، إذ قدمت المملكة المغربية 6 ملاعب، ويتعلق الأمر بالملعب الكبير للدار البيضاء، وملعب المجمع الرياضي الأمير عبد الله بالرباط، والملعب الكبير بطنجة، ومركب فاس، إضافة إلى الملعبين الكبيرين لمراكش وأغادير. وتعهد المغرب بتجهيز الملاعب ال6 وإعادة تهيئتها حتى تستجيب للمعايير المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بما في ذلك الملعب الكبير للدار البيضاء الذي انطلقت أشغال بنائه رسمياً بطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف مقعد على مساحة 100 هكتار، فيما تجرى حالياً أشغال توسعة الملاعب ال5 الأخرى بمواصفات عالمية. ويتعلق الأمر بملعب مراكش 45,680 مقعداً، وملعب أغادير 45,000 مقعد، ومركب فاس 55,800 مقعد، وملعب طنجة 75,600 مقعد، وملعب الرباط 68,700 مقعد. وإضافة إلى ذلك، رشح المغرب المسرح الكبير بالرباط لاستضافة قرعة الدور التمهيدي والأدوار النهائية لمباريات المونديال، وأيضا قصر المؤتمرات بابن غرير لاحتضان المؤتمرات والورشات الخاصة بالمنتخبات المشاركة، إضافة إلى ترشيح المسرح الكبير بالدار البيضاء لإقامة مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما قدم المغرب 12 ساحة مخصصة للمشجعين، موزعة على مدن الدار البيضاء، والرباط، وأغادير، ومراكش، وفاس، وطنجة، وذلك لاستقبال الملايين من مشجع المنتخبات المشاركة أثناء بطولة كأس العالم 2030. وجرى تقديم الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال إلى رئيس فيفا جياني إنفانتينو بحضور رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس الاتحاد البرتغالي فرناندو غوميش، والأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم ألفارو دي ميغيل، الذي ناب عن الرئيس الفعلي بيدرو روشا الموقوف.